مهما حاولنا نصلحها مش بتتصلح. بنتلخبط وبنتألم وبننهار، وساعات بنقول ليه يا رب؟ بس يمكن السؤال الصح مش ليه، يمكن السؤال هو هل سلمتها لربنا؟ الرب يسوع قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. تعالى نعيش مع بعض رحلة من التعب للتسليم، من القلق للسلام، من السيطرة للخضوع لإيدين الرب. سامي كان شخص شغال ليل نهار وبيجري ورا فواتير وأقساط ومدرسة وضغط الشغل ومشاكل في البيت وصحة مراته بتسوء. بيصلي بس في قلبه صراع، يا رب ليه أنا؟ ليه كل ده فوق دماغي؟ لحد ما في مرة وهو قاعد لوحده في العربية بتاعته بكى وقال أنا مش قادر، بس أنت يا رب تقدر. من اللحظة دي سلمتها ليك يا رب. القوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ومن هنا بدأ كل حاجة تتغير، مش لأن الظروف اتعدلت، لكن لأن قلبه اتبدل وبقى مطمن لأن الرب ماسك الدفة. أوقات ربنا مش بيشيل المشكلة، ولكن بيدي قوة تمشي بيها جواها. لما تسلمها له السلام بينزل حتى لو العاصفة لسه شغالة. مريم متجوزة بقالها 8 سنين، كل سنة تروح تكشف وتستنى وتعيط. الكل بيقول لها اصبري، ولكن جواها كان في وجع كبير. وفي يوم وهي قاعدة في الكنيسة بعد القداس فتحت الإنجيل وجات الآية دي قدامها: فلا تخافي لأنك قد وجدت نعمة عند الله. ومن وقتها بدأت صلاتها تختلف، ما بقتش تقول اديني يا رب، بقت تقول ليكن ليك قولك. وبعدها بسنة ربنا افتقدها وسمعت دقة قلب ابنها جواها لأول مرة: يا رب يسوع اديني أقول زي مريم ليكن ليك قولك. اديني إيمان يهديني وسط العتمة وراحة في مشيئتك حتى لو مش فاهماها دلوقتي. أندرو كان بعيد عن ربنا، غرقان في السهر والخطايا وعلاقات وبيضحك، بس جواه كان فاضي. في مرة صاحبه دعاه يحضر اجتماع الشباب وراح وهو مستهتر، بس خرج إنسان تاني وهو سامع الترنيمة: خدني في حضنك ورجعني ليك. حس بإيده بتتمد ليه: ها أنا واقف على الباب وأقرع، وإن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. أندرو ساب كل حاجة ورجع، لأن ربنا ما استنهوش يتظبط، ربنا استناه بس يفتح الباب. لو انت زي أندرو افتح الباب وما تخافش وسلمها لربنا. هو مش جاي يدينك، هو جاي يضمك. نانسي اتعرضت لظلم كبير من حد قريب منها، خان الثقة وكسرها من جوه وساب فيها وجع سنين. كانت كل يوم بتقول أنا مسامحة، بس الحقيقة قلبها كان مليان غضب وكسرة ومرارة. وفي يوم وهي قاعدة لوحدها بتبص في السقف قالت بصوت عالي: يا رب ساعدني أسيب ده من إيدي، ساعدني أسامح، مش علشانه ولكن علشاني أنا. وهي بتقول كده سمعت الآية دي في إذاعة مسيحية: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض وشفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. ومن اليوم ده نانسي بدأت تتحرر من جوه، لأن الغفران مش ضعف، الغفران قوة بتحررك لما تسلمها لربنا. يا رب ساعدنا نسيب الجرح بين ايدك، ادينا قلب بيغفر زي قلبك، وحررنا من القيود اللي احنا نفسنا مسكنا فيها بايدينا. عم ابراهيم راجل كبير عايش لوحده من وقت ما مراته ماتت، ولاده مشغولين وبيتصلوا بيه كل فترة وفترة. بيحط الأكل قدامه ويكلم نفسه ويقول: هقول لمين؟ هحكي وفضفض لمين؟ لحد ما في يوم فتح الإنجيل وجت عينه على الآية دي: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.
حس ان ربنا قاعد جنبه مش سايبه ومش ناسيه. ومن يومها بيبدأ يومه بكوباية شاي وكلام مع يسوع، لان لما تسلمها لربنا حتى الوحدة بتتحول لعشرة. الناس ممكن تسيبك، تنشغل او حتى تنسيك، ولكن يسوع قالها بنفسه: لا أترككم يتامى لأني آتي إليكم. بنت كان اسمها دينا، كانت كل ليلة تنام وهي قلبها مقبوض وخايفة من بكرة وخايفة من الظروف ومن الشغل ومن المرض ومن كل حاجة. كانت بتصحى من النوم مفزوعة، دموعها على خدها، وتقول أنا مش مستعدة لأي حاجة تحصل. لحد ما حضرت مؤتمر شباب في الدين وسمعت الواعظ بيقول جملة قلبت حياتها: انت مش محتاج تبقى مستعد لبكرة، انت محتاج تسلم بكرة لربنا. فلا تهتموا للغد، لان الغد يهتم بما لنفسه، كفى اليوم شر. ومن وقتها كل ليلة تقول قبل ما تنام: يا رب بكرة في ايدك، انا نايمة وانت صاحي. يا رب علمني أعيش يومي معاك، ما تشغلنيش بالمستقبل ولا تخوفني من اللي جاي. خليني أسلمها ليك وأنام وأنا مطمن. عارف مش شرط الظروف تتغير، ولكن قلبك أكيد هيتغير لما تسلم حياتك لربنا. لما تقول يا يسوع أنت المسؤول وتسيب اللي في ايدك وتديهوله، هتلاقي السلام نزل عليك حتى في وسط الحرب. هتحس بالجملة واحدة بس بتتردد في ودانك: سلامي أترك لكم وسلامي أنا أعطيكم. سلامي مش زي سلام العالم، مش لحظة وبتعدي ولا كلمة وبتتنسي. سلامي بيتزرع جواك حتى لو الدنيا حواليك بتنهار، حتى لو قلبك بيصرخ ولسانك ساكت. عارف امتى تحس بالسلام ده؟ لما تسيب السلاح اللي في ايدك وتقول انا مش هحارب لوحدي، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. لما تسكت هو هيتكلم، لما تهدى هو هيتحرك، ولما تسلم هو هيستلم. لان في فرق كبير بين انك تقول يا رب خليك معايا، وبينك لما تقول يا رب خدها كلها هي بتاعتك. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. مفيش داعي تفهم كل حاجة ولا تحل كل حاجة ولا تفضل ماسك كل حاجة. كفاية تسلمها، بس تسلمها بجد، مش بالكلام ولكن براحة قلبك اللي هي أول علامة إنك سبتها. القي على الرب همك فهو يعولك. ارمي كل اللي وجعك، كل اللي محيرك، كل اللي كسرك، وكل اللي مقيد قلبك. هو مش بيشيل همك، هو بيشيلك انت وهمك. وإلى شيبتكم أنا هو، وإلى الشيخوخة أنا أحمل. من أول ما اتولدت لحد ما شعرك يبيض هو شايلك، مش بس شايل همك. فليه مكمل شيل لوحدك؟ ليه سايب نفسك تغرق وانت عارف ان يسوع في المركب؟ هو نايم؟ لا، هو بس مستنيك توقظه بكلمة واحدة: يا رب أنا سلمتها لك. يا رب استلم حياتنا لمجد اسمك.